هو ايه لازمة الكيو ار كود اللي بيبقى موجود في شهادات الالماس؟ تعالوا نشوف. دلوقتي انتوا لما بتيجوا تشتروا الماس، سواء كان ده حجر وليه الشهادة بتاعته او قطعة متشهدة وليها الشهادة بتاعتها، هتلاقي دايما في الشهادة دي تفاصيل القطعة اللي انت شاريها، واهم حاجة هي الفور سيز، سواء كان الكالر او الكلاريتي او الكات. ولو شاري القطعة كلها بشهادة واحدة هتلاقي صورة القطعة موجودة في الشهادة بتاعتك. طب انت عايز تتأكد ان الشهادة دي مظبوطة وتمام ومفيش فيها اي لعب، وكمان بيبقى موجود في الشهادة دي سيريال نمبر اللي بيبقى موجود برضو على الحجر بتاعك، وهتشوفيه لما تيجي تستلميه بنفسك من عندنا. وفي حاجة تانية بتبقى موجودة على الشهادة وهي الكيو ار كود. وناس كتير بتسألني هو ايه الكيو ار كود ده؟ الكيو ار كود ده لما بتعمل له سكان بيدخلك على الويب سايت بتاع الشركة اللي عاملة الشهادة، سواء GIA او HRD، وهتلاقي عليه نفس التفاصيل اللي على الشهادة اللي في ايدك بالظبط، سواء كان ده حجر او انسيال او كوليه، ايا كان القطعة اللي متشهدة هتلاقيها موجودة على الويب سايت. فمن الاخر كده الكيو ار كود ده بيأكد لك ان الحاجة اللي في ايدك دي مضمونة 100%. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس لو عندكم اي اسئلة بخصوص الدايموند. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.